عارف مكونات المنتج وحافظ الجرعة، بس أول ما العميل بيسألك بيحصل لك كده. So why should I take it? تبدأ تكلم نفسك وتقول ده أنا مش عارفه، بس ده أنا كنت بشرحه لزمايلي. وده اللي بيحصل لما تكون فارماسيست مش سيلز بيرسون. بس ما تقلقش، البيع مش فهلوة ولا عمره كان نصب. البيع له تكنيكس، وده اللي هنتعلمه سوا ان شاء الله. عشان تبيع لازم تعرف هتبيع لمين، وده هتعرفه من حاجات زي الايزنهاور ماتريكس، وهتبيع له ازاي. وكل شخص ليه طريقة معينة للبيع. في حاجة اسمها الساندويتش تكنيك، في الفاب ابروتش، في السايلنت تكنيك، امتى تستعمل ده وامتى ما تستعملش ده. ده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عليه في سلسلة الفيديوهات الجاية. معرفة الحاجات دي مش بالضرورة انك تعرف تطبقها على طول، لا ده هياخد منك وقت لحد ما تكون طبيعة فيك وتكون بتستعملها من غير ما تكون متكلف فيها. الطرق دي لما تتعلمها هتخلي العميل يشتري منك الحاجة من غير ما يحس انك بتنصب عليه. فانت فعلا لما تتعلم التكنيكس دي ما تطبقهاش فعلا في انك تنصب على العميل، لان دي امانة وربنا هيحاسبك عليها. لو انت صيدلي وعاوز تبقى بياع محترف، اعمل فولو عشان تتابع سلسلة الفيديوهات اول ما تنزل.